تلاعب مكاني، شل بلوك سيميوني. أربيلوا ما لعب على الاستحواذ التقليدي، هو زرع جمود مكاني بقلب منظومة أتلتيكو مدريد. بالدقيقة 55 فالفيردي مسح البلوك الخلفي بالكامل وسجل. بس الضربة الحقيقية هون إنه هذا الهدف مش مهارة فردية، هذا نتيجة حرفية للضغط المرعب اللي خنق ديفيد هانكو قبلها ب3 دقائق وجبره يرتكب ضربة الجزاء. بس كيف قدر أربيلوا يعمي خط وسط سيميوني بالكامل ويخليهم يركضوا ورا خيالات جوا الملعب طول المباراة؟ أتلتيكو كان بيركض بشكل صح بس بالاتجاه الغلط. أربيلوا مسح خارطة الملعب من عقولهم وحط خارطة ثانية وهم ما حسوا. بداية المباراة كانت مرعبة، ريال مدريد احتكر الطابة بنسبة بتفوق 65% بأول ربع ساعة. هذا السيستم انفرض عن طريق تبادل مراكز غير مقروء بين فينيسيوس، براهيم دياز وفالفيردي. هذا الدوران المستمر ضرب مراكز الخصم وجبر سيميوني يرفع خط دفاعه غصب عنه، والنتيجة المباشرة الريال سجل نسبة 13% استرجاع طابات بالنصف الهجومي. أتلتيكو انحرموا من أي مسار خروج آمن، وبدل ما يبنوا هجمة انحبسوا جوا صندوق تكتيكي وانجبروا يشتتوا الكرات بشكل عشوائي بالعمق. كيف هالخنق المكاني اتطور ليصير ألعن بالشوط الثاني؟ أتلتيكو نزل الشوط الثاني بحاول يستوعب الضربة، بس أربيلوا كان مجهز سلسلة الإعدام. الجماهير شافت فينيسيوس بسجل ضربة الجزاء بنسبة 79% كأهداف متوقعة، بس اللي ما شافوه هو كيف هالفخ تأسس. الريال خنق هانكو مكانيا وجبره ياخد وضعية رد الفعل المتأخر ليرتكب الفاول. وقبل ما أتلتيكو يستوعب الصدمة ويرتب خطوطه، الريال رفع الرتم واستهدف البديل خيمينيز مباشرة. وهون تكتمل الصورة المخفية اللي خلى دفاعات أتلتيكو يتحولوا لأجسام بلا قرارات. كان جواب سؤالنا اللي بنستناه سلاح سري جوا الملعب رسم الفخ من البداية. خيمينيز انضرب بكمية حركة خيالية حواليه سببت له شلل استيعابي، وهذا اللي سمح لفالفيردي يستغل العتمة المكانية ويسجل فرصة بنسبة 37% أهداف متوقعة. دفاع أتلتيكو كان موجود كأجسام بس كعقول كان مفصول عن الخدمة تماماً. كيف قدر أربيلوا يختم المباراة برصاصة صامتة دمرت كل الآمال؟ المدرجات كيفت لما لوكمان ومولينا سجلوا هدفين وظنوا انه اتلتيكو رجع للمباراة، بس الرقم اللي ما حدا حكاه انه هدف مولينا كان بنسبة 3% اهداف متوقعة. يعني الكون اعطى اتلتيكو هدية ما استحقوها باي منطق مكاني، والريال كان عارف انها فوضى مؤقتة. فينيسيوس قضى على اي امل بتسديدة مرعبة بنفس النسبة 3% اهداف متوقعة بس كهدف فوز. هاي مش مجرد شوتة، هاد تلاعب بحركة المدافع جبره يفتح زاوية الموت غصب عنه. اللقطة بيّنت انه المباراة ولعت، بس مدريد كان حاسبها بالملي وخنقهم قبل ما يفكروا يهاجموا. بس الأغرب من هيك كيف أتلتيكو مسح كرويا وتدمر بعد طرد فالفيردي بدل ما يستغلوا النقص العددي. السر المرعب ورا العتمة اللي انضرب فيها أتلتيكو كان تياغو بيتارش، الشاب اللي عمره 18 سنة اللي دمر 14 مصيدة ضغط بالعمق بشكل خرافي مش طبيعي. كيف هذا الشاب عطل خط وسط سيميوني وفتح شوارع للريال؟ اللي شفتوه بالعين كان نص المصيبة. الأرقام اللي المخرج خباها بتكشف مجزرة حقيقية على الأرض. الريال دخل الثلث الهجومي 76 مرة مقابل 38 يتيمة لأتلتيكو. متخيلين الرقم؟ المنظومة المدريدية جبرت سيميوني يشتت الطابة 23 مرة، مجرد محاولات نجاة بائسة من الطوفان المدريدي. الصحافة كذبت وقالت الريال صمد بعد طرد فالفيردي بالدقيقة 77. 0 أهداف متوقعة لأتلتيكو وهم بيلعبوا بزيادة عددية. يا جماعة هذا مش صمود، هذا ترقيع مكاني. مدريد بنى قلعة وهمية جوا الملعب وجبرهم يبينوا كأنهم فريق قوة.
أتلتيكو ما استغل الطرد لأنه انضرب ببروسيسنج باراليسيز نهائي أعمى عيونهم. بعد الطرد الريال صغر مساحة الملعب وسكر كل زاوية. سيميوني واللعيبة تبعونه وقفوا يتفرجوا مش عارفين يفكوا شفرة البلوك المدريدي المتكدس. صاروا يلفوا الطابة برا زي اللي مضيع مفتاح بيته وعم بلف حوالين السور. يا زلمة بتلعب ضد 10 وتطلع بصفر خطورة بالعمق، هاي إهانة تكتيكية بامتياز. حتى لما حاولوا يصنعوا وهم إنه لونين أنقذهم بآخر الدقائق قدام رأسية سورلوث وتسديدة سيميوني، الحقيقة إنه المنظومة خنقتها الرأسية وجبرته يضربها من وضعية شبه مستحيلة. لونين ما عمل معجزة فردية، البلوك المدريدي هو اللي هندس الشوطة مكانيا حتى تكون من زاوية ميتة وبلا قيمة فعليا. إذا حابب تشوف الكرة كأنها ساحة حرب مكانية، اخبط زر الاشتراك. شو رأيك؟ هل أربيلوة مسح سيميوني تكتيكيا وهو الرجل المناسب، ولا لسه مقتنع إنه أتلتيكو خسر بسبب سوء التوفيق؟ الفيديو الجاي رح نفكك منظومة ثانية فكرت حالها محصنة ووقعت بنفس الفخ المكاني المهين. سلام.